هذا السيد السوسي كان في الحي ديالنا او قريب الحي ديالنا. كان عنده معروف عليه، عنده واحد كان تاجر وتيبيع الطحين والزيت والسكر ديال القلب، السكر ديال القلب والطحين والزيت، ولكن بالجمله. ديما الكاميونات واقفين قدامه تيخويو، وديما الكاميونات او السيارات دوك البيكوبات تيديو. حانوت كبير كان عنده كبير، وكان خدام فيه هو تحت دارو كانت الفوق، كان خدام فيه هو باقي تنقل. عنده واحد الكونطوار في الباب، واحد الكرسي ديال الجلد تيجلس عليه، كرسي غليظ. وكان معاه واحد الشيباني خدام معاه، شيباني وكان راجل صحيح خدام معاه. وكانوا الخدامه بعض المرات دوك اللي في الموقف، كان الموقف ما بعيد شي منه، كان من تيبغي يخوي شي كاميو كبير جاب سلعه بزاف تيعيط شي خدامه عارفين القاعده، من تيشوفوا كاميو كبير جا وقف تما تيجيو يهبطوا السلعه كما تنشوفوا عند مولين السيما وعند مولين الياجور، تيجيو يهبطوا السلعه اللي هي السكر والزيت والطحين. وبعض المرات تنشوف دوك الخدامه ديال الموقف تيشارجيو شي سلعه. كانوا عنده جوج كاميونات اللي تيدوا السلعه للسواق، رغم انه كان تيبيع داخل في المحل ديالو، عنده كاميونات تيديو للسواق، جوج كاميونات فيهم ناس مكلفهم هو، عندهم الكيطون كبير، عندهم انا كنشوفهم في السوق تيقول له راه هذيك السلعه ديال السوسي، عندهم كيطون كبار تيبيع فيهم السكر والزيت واتاي باقي تنعقد ديك الباكيه الخضراء كان عندهم بزاف تيحطوها، لان بعض المرات كنت نمشيو للسوق نخدموا كنت نعرفهم تنسلم عليهم، تعرف ان هذاك الكيطون ديال مولاه هو اللي عندنا في الدرب ديال السوسي، ولكن الخدامه تيخدموا ليه تيبيعوا ديك بالتسقيط في السوق، تيبيعوا بالتسقيط، ولكن عنده هو تيبيع بالجمله. هذا الراجل كان عايش كما قلنا في واحد الدار فوق المحل ديال التجاره ديالو، وكان مزوج، كان عنده بنت ولد كبير، واختو تابعه صغار منه. كانت مرته ما تنشوفوهاش، مرة حاجبه تعرفوا دوك الناس ديال البلاد، حاجبه ديما في دارها، برا مرات تتبان خارجه ولكن تدير نقاب تتوقف معاه قدام باب المحل. بعض المرات حنا كنا ديك الساعه هذاك البلاصه فين كاين المحل ديالو كاين واحد القنت تما تنجلسوا فيه، كان هذا صاحبي هذا صديقي هذا كان نجار، وكنا تنخرجوا كراسه نجلسوا قدام باب ديال الحانوت بعض المرات، وكان الحانوت ديال داك السوسي قريب لينا، نشوفوا خدام بيع الشرا ديالو، تنعرفوا مراته راه دايزه، ولكن عمرني ما شفتو جا مراته لان ديما دايره النقاب هذيك المراه، وتنشوف بنته غادا معاها، وكانوا تيتشدوا بيدي هي وبنتها، ناس مقرر راسهم بزاف. هذاك باهم هذاك السوسي كان مقرر راسو. بعض المرات تلقى في واحد الحي ديالنا سميتو الخبازات، فيه السوق كبير ديال الخبازات، راك بحال نقول مثلا درب السلطان ولا هذا، تلقى في شي جمعه، هذه الجمعه كان ما تيخدمش، جالس مع شي سواسه بيع في شرايه. كان الا مات شي حد في الحومه تلقاه تيجي حتى هو وتيساهم وتيجي تيجلس معنا. هذه كانت حياته عاديه. في الحومه كانت واحد البنت مطلقه عايشه مع امها، واحد البنت كانت من دوك البنات الخطيرين، تزوجات وهي برهوشه صغيره يمكن تعرضت للاغتصاب، وداك اللي اغتصبها تهربا باش ما يمشيش للحبس كان تزوج بها، تزوجات من 13 عام، وبقات مع واحد خينا كنا تنشوفوه وتنعرفوه داك اللي مزوج بها، كان راجل مبلي راجل مثمر، وكان تيبيع الحوت قدام باب المارشي، ماشي في المارشي قدام باب المارشي، تحت شي صنادق تما جوج ثلاثه ديال السردين، وكان شويه قبيح واشم وداك النوع راكم عارفين اللي غيمشي لذاك النوع ديال البنات وتيبيع جوج صنادق وتيمشي في حالته. في الليل كنا تنشوف بعض المرات ديال السكران كان تيسكر بزاف. واحد النهار سمعت عليه بانه طلق هذيك البرهوشه، نسميوها غير البرهوشه، طلقات منه ما ولداتش معاه، وبقات تما في الحومه تتمشى مع شي صحاباتها وتعرفوها اش تدير، كانت مره هكا ولات من بنات الليل تما في هذا، ولكن كانت بعض المرات كنا تلقاوها مثلا في الليل شاربه ولا شي حاجه كانت تنوض صداع، ومن اجل ذلك الصداع ديالها تشدات شي مرات، تشدات في الحبس بعد ما طلقات، وحتى من قبل ما تطلق كانت بنت ما صالحاش، عايشه غير امها وشي خوها. هذيك السيده كانت تمشي عند داك السوسي وكانت تعرفها السوسي، وكانت بعض المرات تشري من عنده الطحين بانه ما تيبيعش الطحين التسقيط، تيبيع بالجمله، ولكن كانت تشري من عنده شي خنشه هو ما عندوش حق يبيع عليها بالتسقيط، ولكن كان تيبيع عند الصداع تيبيع عليها خنشه تقول لها خذ يلاه زيدي تيبيع عليها بداك الشيء اللي عطاتو صافي، لانها كانت شويه تيتجنب الصداع ديالها، اللي غنقولوا تيتجنب الصداع ديالها بحال شي شمكان عندنا في الدرب تدير لي خاطرو باش يبعد منك. شفتها شي ايام انا كنت شفتها تتشطب قدام باب ديال داك المحل ديال التجاره ديال السوسي، تتشطب. هضرنا عليه مع شي صحابي قال لك راه ولات تخدم عنده تما تتشطب ليه قدام الباب، من يجي شي كاميو غادي يخوي السلعه كانت توقف هي واقفه رده بالها على السلعه هي وداك الراجل الشيباني، وتوريهم فين غيحطوه هذا ما هذا. كيفاش خدمت عنده، كيفاش وصلت باش تخدم عنده، اللي هي جاتني انا عجب كيفاش ناس خدامه عنده، كيفاش تخدم عنده هذه الشمكره هذه، ولكن ولات خدامه عنده تنقات شويه بديك الخدمه ديالها كما كتلاحظوها تما تنقات، ولا ديما داك الصباح تجي تشطب تقول لها توقف على الخدامه كذا يمكن هو مع مصدع ما عرفت تجي تقول لي دور معايا شاف خدمها الخدمه ديالها بسيطه.
كما قلنا ترد بالها السلعه تدخل، ترد بالها السلعه تحط، تعاونهم في قصه ديال الزيت، تعاونهم في السكر، توريهم هذا كذا كذا. هي وداك الشيباني اللي خدام عنده نسميوه الشيباني مع انه كان راجل شويه صحيح وكذا. نهار على نهار واحد المره الشيباني ما بقيناش تنشوفوا الشيباني، ما بقاش خدام عنده، بقات غير هي. علاش؟ الشيباني مشى في حالته. انا جايكم الهضره. السيد كان عنده كما قلنا ولده ما قراش، ودخل تا هو الحرفه ديالو، ولا تيمشي مع واحد الكاميو للسوق. الكاميو عنده الشيفور ديالو، كان هو تيمشي للسوق. جوج كاميونات كل واحد تيمشي للسوق، هو كان تيمشي للسوق مع واحد الشيفور. وداك ولدو كنا لاحظناه لما كبر شويه ولات عنده شي 20 عام 22 عام، كان ولا تيكمي في الحومه تيكمي. تيقولوا الاخوان، بعض الاخوان تيقول لك هاد السوسه يخرج لي داك ولدو، هذاك ولدو راه عطيها غير الشرابات على الكارو. شفتو انا شي مره سكران وراه تيجبد مع الغوات، انا ما حضرتش ليه، ولكن قال تيجبد مع الصداع وتيجبد مع الغوات وداك الشيء وهذا. واحد المره كنا تنعقل، كنا في بيرمانونس، وجا داك السوسي عندنا لا بيرمانونس، جا وانا كنت خدام عرفني وعرفتو سلمت عليه، قلت له مالك؟ قال لي ولدي داك المسخوط ديال ولدي راه سكر دار لي مصيبه في الدار وكذا 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 وكذا، ما تيبغيش نتحاسب معاه، وتيضيعني فلوسي وتيدير ليا وتيفعل ليا وكذا وكذا. مشينا جبنا الدري، جبناه لا بيرمانونس الديمونه. انا كنت مشيت مع الاخوان اللي في بيرمانونس، مشينا جبناه فعلا لقيناه سكران. مالك مع باك؟ انا خدام معاه وانا تندير ما تيثيقش فيا، وتنقول له يعطيني ما تيعطينيش، تيخربق هو سكران. وبا تيقول هاد حاط لي كاميو عنده، والساعه ديال الكاميو عنده، وتنقول غير تحسن معايا باش نعرف واش دخلنا واش خرجنا، ما تيبغيش يتحسن معايا، ومن تيعطيني فلوس ناقصه، ودابا ولي يجي لي سكران ودير لي مشاكل في الدار، وتيتخاصم مع مو وتيضرب اختو وكذا 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 وكذا. دابا واش غتسمح ليه؟ قال لك لا ما سمحش ليه. حنا دخلنا من ديك الباب ديال سكران، درنا تحت حراسه المداريه، قلنا له هو في الحبس غدا ان شاء الله في المحكمه، غدا تجي باش نصيفطوك للمحكمه معاه. صنتنا ليه وقدمنا الدري وعلمنا باه باش يمشي، نهار قدمناه وعلمنا باش يمشي مع المحكمه. من بعد تلاقيت معاه قال لك مشيت عند المحكمه والقاضي خاصم عليه وقال لي صافي دوز لي هذه المره وكذا، وبقى تيرغبني وراني دوزتها ليه، وراه خلص غرامه والله الا خلصتها من جيبي ودوزتها ليه. هذاك الوقت تلاقيته انا واحد المره وقلت لي انت صاحبي انت سوسي، وانتم سوسي راكم زعما واحد الاصل ديالكم راكم الاصل الطيب، انا ماشي ديال الشراب انت صاحبي وباك كذا. انا صاحبي انا بغيت يهلك لي حياتي كلها ندوزها معاه انا في تمام، ما نعيش كي الدراري، ما ندير ما نفعل ما كذا ما هذه ما تاتا. انا باش ما بغاش نشري طوموبيل، وعندها الطوموبيل عندكم الطوموبيل ديال باك باه خدام، ويلي هذيك 240 قال لي شحال من عام وهي عنده، تيقول لي هاد الطوموبيل شحال ديالنا بهذيك، وتطلب باك طوموبيل صاحبي ودير راس مال ودير حانوت انت بحال باك وتبع الخدمه ودير الطوموبيل ديالك وكذا. لا انا بقيت تنهيه، صعب لي راسو قاصح، ما عطيتوش اهميه، مشيت مع الطريق. هنا هذيك السيده بقات مع داك السوسي خدامه عنده، وليت تنشوفها بعض المرات تنشوفها في ورا الكونطوار راه فيه الفلوس، وتنشوفها جالسه تما. السوسي بعض المرات ما كاين شيء، السوسي ولا بعض المرات تطلع لدارو، تطلع تتعاون مراته حسب ما تيقولوا الناس، تيقولوا تطلع تتعاون مراته. بعض المرات تنشوفها هي اللي مخرجه الخبز الفران، ولات هي اللي تجيب الخضره تطلع للدار. السوسي واحد النهار قال داك صاحبي اللي تهضر لكم عليه في حديث دار بينهما، قال لي اودي خدمتها معايا وخدمتها في الدار، المراه شويه عيات وليت تنخدمها في الدار، تتعاونها في الطياب، تعاونها في الشقه، تعاونها الحمد لله دخلت سوق راسها وكذا وكذا وكذا. فعلا انا حسب ما شفت دخلت سوق راسها ولات بنت نقيه شويه وكذا، وقلنا والحمد لله هذيك راه السوسي دار فيها خير. حتى واحد النهار غتوقع واحد المشكل كبير، البنت ما بقاتش خدامه عند السوسي، حتى واحد ما عرف علاش، ولكن ديك البنت ولات غير في دارهم جالسه، غير في دارهم. تيقولوا المقربين منها بان السوسي قال لها جلسي في داركم وما تبقايش تخدمي عندك والمصروف ديالها غيوصلك. علاش؟ انا جايكم. ولات تعطيها المصروف ديالها، ولات جالسه في دارها، في دارهم مع امها. ولكن الطبال ما ينساش ديك الزاد كتف كما تيقولوا الناس. البنت ما نسات شيء ديك الايام ديالها الاولى، ولات تنشوفوها رغم ان السوسي جلسها في دارهم ولات يصرف عليها، تنشوفوها بعض المرات في الليل هنا وهنا 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 تتخربق، ما حمدش الله. حتى واحد النهار بغات تنفجر قنبله، عندها واحد صاحبتها، وديك صاحبتها ربطت علاقه او هي ساعدت في ربع علاقه بينها وبين ولد السوسي. عندها صاحبتها تعرفت مع ولد السوسي، هي اللي سهلت لهم اللقاء، وهذاك ولد السوسي تعرف مع هذيك وبقى تيمشي معها وبدا تيخرج معها ولا تيمشي عندها لدارهم، وباه تاع الاخبار ولا باه تيقول اش بغيتي عند هذيك راه مسخوطه راه كذا راه طاطا بعد منها كذا كذا كذا. واحد الوقت الولد قال لباه بغيت نتزوجها، بغيت نتزوج هذيك، قال لي بغات تسكنها، قال له حنا عندنا 3 ديال زيطاج في الدار، تسكنها هنايا كيما ساكنه تسكن معايا في بيتي. قال لي باه لا ما تسكنهاش، نود مع الغوات،
شكون اللي غيتداخل بيناتهم؟ النجار صاحبي تيقول لي بانه مشى قال لي مالك مع با، قال انا بغيت نتزوجها، انا بغيت نتزوجها، شنو فيها؟ بغيت نتزوجها، والله تنزوج بها. قال لي غتزوج بها ما تسكنهاش عندي، قال لي خدم معاك وما تسكنهاش عندي، قال لي هي سير كري، انا نعطيك الكرا ونعطيك هادي ونعطيك هادي، سير كري ليها وتزوج بها. قال لي وانا دير لي العرس، قال لي ودبر كي دير العرس راسك، وداك السيد تفرق بيناتهم او ديروا شي حاجه هكا قرب رخيص، ديروا غير طلبه ولا كذا، بغا يتزوجها ما دير ليه كذا. وقال لي انا بغيت نتزوجها سيدي راه حامله معايا. قال لي حامله معاك؟ قال لي راه حامله معايا، وراه عندها 5 شهور، وانا اش غندير؟ نمشي للحبس؟ انا نمشي للحبس؟ بغيتيني نمشي للحبس؟ وانا ما نمشيش للحبس، انا معترف الدري هذاك اللي غيتزاد ولدي وانا غنزوج بها. الله يعطيني معاك نغبر يا الله ليلي هو تعرف هذه هدرته كيما كنت يضربها في الزنقه، وذاك النجار داخل بيناتهم وتفتحت القضيه. السيد غيتزوج بالبنت وتزوج بها فعلا وسكنها بوحدها، وكذا لها وفرش لها وداك الشيء وهذا دار الكاريط. هنا هذيك السيده صاحبتها اللي خدامه عند السوسي الاولى اللي قلت لكم كانت حاضره لهذا الشيء كله، هاد لاطين هذه حضرات ودخلت بيناتهم وسهلوا للسيد يتزوج وسهلوا ليه باش يكري وسهلوا ليه باش يفرش، ولا خدام مع باه، ولكن ولا كما تيقولوا تيشرب هو وهذيك حيت كانت تشرب وتيقصروا بجوج. باه تيشكل النجار تيقول لها ما دي مسكراني وبجوج مسكراني، والبحر رجعوا عندي بجوج اسيدي، هو جايبها وشاري واحد الموطور كبير ركب عليه وقال لي ارى لي فلوس، واش غدير مع هذا؟ ولا بقى الاخر داك السوسي عرفتي حمقوه. هنا وهي تخرج ليه هذيك اللي كان خدامه عنده، قالت السوسي يا ربي ما مشاتش عند السوسي، مشات عند النجار. مشات عند النجار قالت لي السلام عليكم، قال لها السلام، كيما تيعاود لي النجار. قالت لي الله يكثر خيرك، انا بغيت نطلبك واحد الطلب، انت درتي خيرك وقفتي مع ولد السوسي وتزوج بديك السيده حيت محملها، ودابا خصك توقف معايا مع السوسي، انا راه محملني، انا راه عندي دري عنده 6 شهور. قال لي مع من محمله؟ قالت لي مع السوسي. ولاش انا جلسني في الدار، انا مش شافني حملت، قال لي جلسي بحالك في الدار، وقال لي شوفي كيفاش طيحيه، دي عند شي طبيب حيدوا لك، عطاني فلوس ولكن الاطباء ما بغاوش. انا مشيت عند الاطباء ماشي ما مشيتش، مشيت اخويا باش نحيدو، ولكن اي طبيب مشيت عنده تيقول لي لا ما يمكنش، ما يمكنلكش، الصحه ديالك ما تسمحش لك، ما انا عندي الديابيتيك، عندي داكشي ديال السكر ديال الديابيت، ما يمكنش يد مع الديابيت باش نحيدو. وخليتيه حتى 6 شهور وخليته زعما تنهضر معاه تنقول دير معايا شي حل، دير معايا شي، ماشي دير معايا حل، والحل مشى دارو ولدو جا غا مع وحده ما توصلنيش حتى نتفرج ليا، ولات مجوجه بالدار، وانا اللي دوزت مع حياتي خدامه لي في الحانوت وحافظه لي على سلعته وكذا وانا حامله معاه، يقول لي سيدي جلسي في داركم وصافي خويا دير معايا الكاريط ديالي. مشى باك النجار عند باك السوسي قال ليه قال ليه قول لي هذيك رجعت عندي اش قالت قال لي كانت تيجبع عليا، بقى تيقول لي مالو شنو عندها قال لي راه كانت حامله. شكون حامله انا حامله تحملت مشيت، الا كانت حامله تمشي لعند السبيطار يحيد له الحمله ديالو، ولا تقلب على اللي حملوا حملني انا، شنو انا حامله؟ قال لي راه انت اللي حملتيها، راه قالتها اش غادي نقول لها؟ قالتها انا لقيتها تدير لي المشاكل انك سير بحالك، سير عليا الى خصك شي حاجه تاكل اجي نعطيك في سبيل الله، سير بعد مني، انا ما كاين حامله ما كاينه حتى حاجه، راني ناض نقول لك حامله حتى ولدي ناض هذه قالت لي انت حامله، وانا هذه تقول لي انت حامله، شنو هذا الشيء هذا؟ قال لي النجار، قال لي السيده شاده فيك وصيفطني، انا هضرت مع خويا نقول لها دبر راسها انت وياه، اقول لي بعد مني الا بغى شي حاجه فلوس نعطيه ليه يمشي يشري به الحمله ديالو، يحيدوا الحمله ديالو، كان شي واحد حمله يحيدوا صافي صلوا على النبي. ونسيت ما قلت لكم بان داك الشيباني اللي جري عليه السوسي هضر في الحومه وقال حتى النجار، قال لي واحد قال لي هذيك راه ولات معاه، راه ولات خليله ديالو، قال لي وراه هي اللي خرجتني، هي اللي قالت لي جري عليه، وذاك المنكر راه شفتو بعيني انا داخل الحانوت تما في داري تنشوف واش تيديروا بجوج، وواحد الناس غير نهيتو قلت له ودي بعد من هذيك راه كذا قال لي مشي شغلك، ودوز سيمانه ويجري عليا. قال لي هذاك شحال دوزت معاه من عام وجري عليا، خرجني لهذه لهذيك، قال لي وهذيك غتخرج عليه. ولكن بعض الناس تيقولوا هذاك الراجل اللي كان خدام تما حكا تيكذب عليه، حيت السوسي تيقول شفار، قال لهم هذيك راه لقيتو شفار تيسرق ليا وجريت عليه، لا خرج لا هذيك راه ولا مع ديك خيتي وكذا، ولكن تفتحت القضيه. النجار عيط لك خيتي قال لها شوفي سيري شوفي معاه، انا هضرت معاه ما بغاش يسمع ليا وكذا. مشات عند ولده قالت لي خويا الله يرحم باك انا بغيت نهضر معاك، انت راك بحال خويا وانا كليت الطعام ديالكم في داركم مع امك، وراك شحال لقيت عندكم كاينه ولا لا؟ قال لها كاينه الصراحه، شحال خدمت باك مع باك في الحانوت، كاينه ولا لا؟ كاينه الصراحه كاينه. بعض المرات تدمعوا لي عينيا نشوف طبيب العينين او شي طبيب كان ديال العينين يكتب لي شي دواء في كومونتير يقول لي دير تدمعوا لي عينيا مع الضوء. ايوا قال ليه
تبقى هضرت معاه قالت لي شوف اش كاين اش كاين. جابته عند النجار، هي جابته عند النجار، جابت ولده قالت لي خويا انا قلتها لولده ها هو تيسمع قدام النجار، شتي هذيك الكرشه ديال الوالد ديالك ديال باك. الاخر قال لي الصراحه كما قال النجار قال لك هو مكوكل مع راسو. قال لي لا كان ولده يقوم بالواجبات ديالو، انا قمت بالواجبات ديالي مع السيده راك شتي على عينيك هي الحمد لله ما خاصنا حتى شي خير، حتى داك الشراب ديال الزنقه وتنشربوا انا وياه في الدار وعندنا بقى داك الشيء الزناقي سرقت راه مرتي نشرب معها في الدار ونقصروا في الدار. مشى ولدو عنده قال ليه الوالد جات عندي هذيك اللي خدامه حيت دابا ولا من داك الصيد دوك الاولاد اللي تيهضروا لك الهضره لانهم مسكن واخا باقي تيدبر من عند با الفلوس داك الكويميه وداك الشيء صلاقي عطى الصعبات الهضره ديال الدرب. قال لها جات عندي قالت لي حامله قالت لك غادا تقيد بك عند المخزن. قال لي شكون هي حامله؟ قال لي اللي كانت هنايا انا هذيك راه. قال لي قولي تبعد مني قال تبعد مني مشي عليا صافي. مشى الاخر قال لها الوالد هضرت معاه ما بغاش يسمع ليا، الاخرى قالت حزم راسها مزيان طابق حزم هذا الراس شي وحده تكون من دوكا بغات تهجم حزمت راسها مزيان وهي تجي عنده واحد النهار تيقول لي النجار قال لك حازمه راسها قال لي وجايه تابعها واحد امها تابعها وقفت لي باب حانوت اش تقول هذا ماشي ولدك ماشي ولدك بغيت نكرو علاش جلستيني في الدار وتعطيني 40,000 ولا 50,000 في الشهر علاش خايف مني يا قلتي لي شوف كدير ليه بحيداش انا والله ما نحيدو. مرته مسكينه تطل من فوق ديك السوسيه ما عارفه والو قداش تهبط ما هو الحاجبه تقول بنتها مالو باك العيالات تيتخاصم تيقول لي بنتها امي انا ما نعرفو تيتخاصم تقول لي وهذيك تقول لي الحمله انت الحمله واش باك حمله مع المراه تقول لي بنتها ما عرفوا حمله مع ابتها شوف تصنت شويه تقول لي تيقولوا بان البنت خرجات شافوها الناس كانت تتغوت بقات تشوف وطلعت وهبطت المراه ديك السوسيه. البحث اللي درت مع النجار مع دوك الناس اللي حضروا لك الصداع قال لك ديك مسكينه ديك المراه السوسيه تقول لها هضر معايا انا تقول شنو هضر معاك انا حامله معاه شكون حامله معاه تقول لا انا مراتو انا مراتو انت ماشي شغلك فيه انا مراتو حتى تقول انا مراتو وتقول لي راجلك حامل معايا راجلك راه حامله معاه راه غنولد راه باقي 6 شهور هاو شهاده ديال راجلك ما ديال راجلي ما ديال حتى حاجه راجلي ما تمشي عندك راجلك تيجلس محلي هنا تيجلس في الدار ما تمشي حتى شي بلاصه عمر مشى عندك المحل راجلي تيبات في الدار مسكين ما صار باك السوسي تما قدام الناس تيقول لها الباطل هذا الباطل ترمي عليا الباطل سنوات ترمي على راسك بغيتي الفلوس ما كاين فلوس تقولي انا حامل ايش الحمل انا الناس تيشهدوا النجار تسمع تقول هذه راه نمشي للمخزن ويديروا المختبر الدري يديروا لي المختبر شوف هذاك تقول لي انا فين مشيت انا في الحانوت ديالي تعرفوا عليا سيدي الناس عرفتي ولا الناس ديال الدرب قال لك تيقول لي واخويا الله اعلم شي واحد تيقول له راه فيه كما تقول الناس غيوان قالوا فيه راه فيه بحال هكاك الناس ديال الدرب قال لك كلشي حاسب ديك خيتي المعامله والهضره اللي كانت تطلق وكذا تيقول شي غتفرقع وتفرقعت وحتى النجار تيقول لي لا حول ولا قوه والله ما عرفناش غنديروا ولا راك شاد قدام عينيك عمرك شتيني انا هذه تيقول له انا ما شفتكش انا في النهار راك في حانوتك ولكن في الليل اخويا الله اعلم في الليل انا في داري دار الجامع تمشي صلي هذه تقول لك انا قالوا يا ودي الناس قال لي شوف هذا كانت فضيحه لكن انت عارف شي حاجه دير شي حل راسك بالصلاه على النبي وهذا. السيده قالت انا غنمشي ندعو المحكمه وكل نهار انا عليك هنا كل نهار انا غندير شكايه وكل نهار عندك هنايا. شي مره لقاوها البوسه غوت تما جاو عندها قال لها عندك شي حاجه لا قالت لها هذا الشيء داير لي قال لها سيدي شكي وكيل الملك كتبت شكي وكيل الملك ولا هذا السيد اش كاين ما بقاش عنده الحانوت ورغم ذلك كانت كل مره تجي تتهزم داك وتدوز قدامه تتهز جلابه حتى لهنايا. كاين شي عيالات اللي بغاو يتخاصموا تيهزوا جلابه حتى لهنا ما عرفت لا مود ما تبقاش تلقي يديهم تدرا ادوي اش درتي معايا بغيتي الشوها بغيتيش انا معاك. كان مسكين قال لك ذاك الوقت باش يطفي العافيه كانت تجي امها عنده الوقت ديال الصداع تدور معها تقول لها تسكت علينا هذيك تسكت علينا وقال لها واحد النجار قال لها تجي امها تندور معها تقول لك ولا تسكت علينا تندير شي حل هذيك مسقوطه ندير لها شي حل خذ اعطيناك شي حاجه تمشي تحطها عليه تندير شي حل وبقى مسكين يوم غدا هو يدير الحل. شنو هو الحل؟ دار بها الكاريط وجابها للدار وعنده 3 ايطاج عطاوها البرمي ايطاج تسكن فيه وتعاونوا لتحت وبقات معاه تما تا ولدت ولد شويه ولاد ولد والمشاكل ديال ولدو ديال هذيك بقى عنده كاميون واحد كانوا عنده 2 واحد كاميون تباع. الناس تيقولوا راه بدا في الفايت راه ما بقاش تعمر الحانوت راه باع كاميون خلى غير كاميون اخر. السيده بقات ساكنه معاه تما ولات هي مكلفه مرتو مسكينه غير حاجه باغا ساكته مرتو طلعت فوق هي وبنتها وسكنوا شكون تيهبط عنده لتحت هي شكون تيتقدى الخضره هي داك ولدها مره مجلسه تيتشمش قدام الباب شفت واحد المره شاده في يديها وحاطها في واحد الكروسه ولا تجلس معاه في الحانوت مرتو راها الفوق ولا بعض المرات تركبها في الطوموبيل ما عرف فين تيمشيو
بعض المرات تنشوف ديك مرته مسكينه ديك السوسيه مع قصيوره تتبان لك كوسان غير من هنا جالسه راكبه بعداه، غادي يبيع عند تيدي عند شي سوسيه اخرى تحط عندها واحد نص نهار، الاخرى لا راه راكبه معاه. من تكون مراته راكبه معاه تيمشي غير الجهه ديال الحوانت فين ساكنين سواسها، من تكون اخرى معاه تيخرج خارج المدينه، فيها مهديه فيها البحر فيها كذا فيها كذا. ولدو ما تيخلص الكرا مع ان با كان تيعطي الكرا، هما يحكموا عليه بالافراغ، يخلصوا الافراغ، الاداء والافراغ. وجاو دوك الناس ديال المسؤولين جاو تما خوا الدار وهز حوايجو وجا عند باه، ما خلصش الكرا، جا عند باه لان المخزن دخل على الخط وسكن مع باه. قال لي انا ما عندي فين نسكن في دارنا، قال لي تسكن في دارنا. اذا عندهم برومي ايطاج ساكنه فيه شريفه مسخوطه، ايطاج فوق ساكنه فيه امه، وايطاج وسطاني هو اللي فيه وراقيه وفيه المسائل ديالو وفيه شغلاته وفيه بيتو الخاص به وكذا، جا سكن فيه ولده، هز داك الوراق وداك الشيء ديالو داك الشيء طلب عند امه وسكن ولده. ولاو عنده جوج عيالات في الدار زايدين، مراته هذيك مسكينه كاع ما نحسبوها راه شاده القنتيه وبنته، ولات عنده هذيك والده والثانيه والده. ولكن هذيك اللي مرت ولده لان ولده مسكن مع باه ولا كيخدم كيما خدامش الماكله راه الجامع تجي الماكله تيطيبوا تياكلوا هذه بوحدها هذه بوحدها، هذيك تخرج كانوا مشاركين شويه تفرقوا، هذيك ولا تجي مكفتها راسها، هذيك تجي مكفتها راسها مع رجلها، هذيك تطيب هذيك تطيب. السوسي مسكين تيطلع المراه الفوق لا خاصها شي حاجه، مره يتغدى مع المراه مره يهبط لتحت مره كذا، ناض تصدع في الدار، هما يتشدوا ليه دوك الجوج. مرتو ولده مرتو جديده مرت ولده ولات عندهم حرب من الحروب ديال حضرت انا واحد النهار واحد الحرب ديال في لابيرمانونس، هذيك مع هذيك مضاربين بجوج مضاربين. هذيك تتقول مرت ولد تتقول اذا كانت هذيك غتخدم معاه لتحت وتبقى مكلفه بكذا انا نخدم انا حق راجلي تما، راجلي جاري عليه وداير ليه وفعل ليه وتتغرقي راجلي تتغرقيه وتتخاصمي مع بواب باش ما يعطيش ما كذا ما كذا، هما يتشادوا جاو عندهم الضرب والجرح المتبادل. صنتنا لهم وداك الشيء، درنا مع السيد وكيل الملك صيفطونا المسطره بلا ما تقدموه حتى يجيو من الاستدعاء. جاو تما ايوا السوسي الاخرى قالت لي ما بقاش ساكنه في دار، ما بقاش ساكنه، هاد الدار ما تسكنش فيها، سكني بوحدي. قال لي واخا. السوسي اتفق معها كما قال لي الصديق والحميم القريب للنجار، اتفق معها باش يسكنها بوحدها، ولكن هي ما بغاش الكرا. كاين دوك اللي بناو دوك العمارات ديال 1000 سكن، قالت لي تما شري ليا، شرا ليها في 1000 سكن ولا ساكنه في 1000 سكن بوحدها. تعزلات شكون اللي بقى؟ ولدو تما في الدار. قال ولدو خلي اللي غدير فيه غتخوي عليا من هنايا، لان هذيك مرت ولدو تدبز مع مو تدبز مع مرته السوسيه تدبز معها، ما حاملهاش اكثر من الاخرى. هذيك مسكينه مرضى هذيك المراه قالت لها سيدي تخرج عليا، ما تجلس معايا حتى شي وحده، يا كان تزوجها تخرج عليا. الاخرى خرجت ولكن تقول لي انا ما نكريش، الاخرى سكنتيها حنا سكننا وكان 1000 سكن حنا سكننا تما سكننا وصافي وهذا تيقولوا بانه رهن ليها لهم شي ثمن غالي وكان رخيص ورهن لولدو تيجي تما عنده. هذوك ولدو من مرت ولدو تجي عنده ولا تمشي عند الاخرى تمشي يجلس معها اكثر ما تيجي يجلس مع المراه. بقى كاميو واحد اللي بقى تباع الكاميو، بقى المحل هو ذاك المحل وبقى هو غادي عليك الطريقه، وبقى تيبان بعض المرات تيسد السيمانه عاوتاني تعاود تفتح، بعض المرات تيجيو الناس بغاو السكر لا ما كاينش دابا باقي ما جانيش من الدار البيضاء، بعض المرات حين ما كاين شيء لان الكاميوات اللي كانوا تيعاونوه بداك الشيء تابعوه دوك الناس اللي كانوا خدامين معاه، تابعوه لانه كانوا خدامين معاه عند مفتي الشغل وداك الشيء كما تيقولوا هما 5 تحالفوا عليه مزيان على مفتي الشغل، خرجوا لهم واحد القدر المادي كلهم تخلصوا فلوس صحيحه تخلصوا صلاه على النبي، تفتحوا شي محلات اخرين شي وحدين من شافوه بانه طاح اللي هو كان معروف في المدينه فتحوا محلات اخرين ديال السكر والزيت وداك الشيء بالجمله تيبيعوا، وبقى هو غادي مدمر اللور حتى دفعوا ليه واحد الشيكات مع واحد الشركه ديال الطحين اللي كانت تدفع ليه، دفعوا ليه شيكات كبار، دوك الشيء دفعوا بدون مؤونه شيك سون بروفيزيون، قدموه مشى للمحكمه ديك الساعه اللي عنده كاع ما قادر تخلص الشيكات، خلى ولده راه في ذاك الحانوت، جات مرت ولده جات اخرى تيهاجم عليهم حيت هو دخل الحبس، صيفطوه للحبس، جمعوا ليه كاع دوك الشيكات كانوا تيتسالوا، مشى السيد للحبس ودار له بانه غادي يحزوا ليه المحل غادي يحزوا ليه كذا من الاخرين تسلطوا على السلعه اللي بقات تما وتسلطوا عليها، هذه تيجي شي مولي بيكوب تبيع عليه، الاخرى تيجي ولده تيجي واحد بغى هذه يبيع عليه، بداو تيبيعوا ديك السلعه وما تيدخلوا حتى السلعه حتى خوا داك المحل ديالو، ودخلت الدار ديالو والكراج ديالو دخلوا في الحجز، حجزت عليهم المحكمه الدار والكراج، شاف تاعيه هو ما لقى ما يدير، ما عنده ما يدير لان الشيكات كيطيحوا من السماء، انه ولا السيد لانه كان تيتعامل مع شركات ديال السكر والزيت وداك الشيء بالشيكات وتدفع تتبقى حتى 300 مليون كما تيقولوا 400 مليون تيخلصها تدفع هذه كذا، ما بقى حتى حاجه، وقع ليه الحجز. دخل الدار في البيع، تباعت الدار وبقات لي شي فلوس هو من ذاك الدار من ذاك الحجز، شرا واحد الدار في واحد الحي بلا ما نذكروه، واحد حي اسود ما يتساهلوش ذاك الراجل، وسكن مسكين، وتما ملي كنا دايزين انا
وصاحبي ولقيناه جالس ذاك التروطوار وقال لي واش عرفتي هذا؟ واحد راجل مدمر مسكين جالس مدمر، سلمنا عليه لاباس بخير بخير. هو يقول لي صاحبي كي داير الدراري كي داير مدام؟ قلت له مدام ما كان. واش درتي مع ديك مدام اخرى؟ ودي هنيني ما عندي مدام ما عندي حتى شي حاجه. والصحه بخير؟ ما انا صحيحه ودي انا تنموت الدواء ما لقيتش باش نشري. قلنا فين خرج داك الدري ولدك؟ فين خرج داخل الحبس خارج. واش دار مع هذيك؟ وهذيك ما عرفتها سيدي والله ما عرفت واش دار واسيدي، ما باغيش مسكين يهضر كاع، ما باغيش يعاود حتى شي حاجه، تدمر وقال في واحد الحي مسكين فوق التروطوار. بعد ما كان واحد الراجل صاحبي اتق الله توالي الجامع جاي دوك السواسه نقيين وداك ولدو من بعد انا سولت بل ما ندير هذه الحلقه اقول له راه شمكارت انت او لا هاتي شمكار وتيدور دخل الحبس وخرج كل شيء. تيقولوا بان ديك المراه ديالو مسكينه ماتت، تيقولوا الناس ماتت ديك المراه ديالو وان بنته خلاها شي خوه وجلسها معاه، ما عرفوش الناس من دا خوه فين مشات، ولكن هو مسكين بقى بديك الدويره جالس. واش جالسه مع ديك المسخوطه تما مازال ما جالساش الله اعلم، باش عايش داك السيد حالته اللي شفنا حنا مسكين ما عايش بوالو، حالته مقطعه.